شهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة شهد صباح اليوم حفل تخريج الدفعة 19 للضباط المرشحين، وذلك في كلية الشرطة في أبو ظبي. حضر الحفل سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهدي ونائب حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني. والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية. كما حضر الحفل عدد من أصحاب السمو والشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين ووفود من كليات ومعاهد الشرطة وإدارات التدريب في أكثر من 10 دول خليجية وعربية وأجنبية. عند وصول راعي الحفل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دخل طابور العرض إلى الميدان. عندها تسابقت خطوات الوفاء والنجاح معلنة انطلاق حفل تخريج الدفعة 19 للضباط المرشحين في كلية الشرطة بالعاصمة، والتي بلغ عدد خريجيها هذا العام 158 مرشحا، من بينهم مرشح واحد من اليمن واثنان من الأردن، فضلا عن 102 من الطلبة الجامعيين و15 طالبة جامعية و12 مرشحة تأهيل للترقية لرتبة ملازم. هذا وقام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتسليم الجوائز للمتفوقين. بعدها أدى الخريجون القسم القانوني على الإخلاص لدولة الإمارات ورئيسها واحترام دستورها وقوانينها والعمل بصدق وأمانة وإطاعة الأوامر. وبمشاعر ملؤها الوفاء والولاء انطلقت مراسم تسليم علم الكلية من الدفعة 19 إلى الدفعة 20. اقسم بالله العظيم أن يحافظ على هذا العلم مرفوعا عاليا. هذا وأعربت كلية الشرطة عن شكرها وتقديرها للقيادة الرشيدة لهذا الوطن التي سخرت لهم الإمكانات كافة لأداء مهمتهم على أكمل وجه. وبعد انتهاء الحفل التقطت الصور التذكارية لسمو راعي الحفل مع مجلس إدارة كلية الشرطة والخريجين الذين عبروا عن عرفانهم لرعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهذا الحفل، وعاهدوا الله والوطن والقيادة الحكيمة على بذل كل ما بوسعهم وألا يدخروا جهدا في الحفاظ على الوطن الغالي وحماية الأمن والاستقرار، وأن يكونوا درع الوطن الحصين.